السلام عليكم حبايبي، وياكم زهراء عراقية عايشة في كندا. حبيت أسوي هذا الفيديو حتى أجاوب على أكثر الأسئلة اللي تجيني من الناس. شلون نجي لكندا سواء عن طريق هجرة أو زيارة أو كفالة. بما أنه أنا عايشة في كندا وعرفت مراحل الهجرة واللجوء، راح أشرح لكم بالتفاصيل وبطريقة مبسطة شنو الطرق الصحيحة اللي تقدمون بيها حتى تجون كندا. إذا تحبون تعرفون شلون توصلون لكندا، شنو هي حقوق اللاجئ، شلون تجون عن طريق كفالة خماسية أو كنيسية، تابعوا الفيديو للنهاية ولا لايك واشتراك للقناة حتى أقدم محتوى يساعدكم. كل سؤال: هل إذا أجي سياحة وأسلم نفسي للبوليس بكندا أعتبر لاجئ؟ شوف، الجواب مو كل شخص يجي لكندا سياحة أو زيارة يقدر يقدم كلاجئ. لازم يكون عندك قصة حقيقية وبالفعل إنه أنت مهدد أو عايش أو عندك اضطهاد في الدين، سواء في السياسة أو في البلد اللي أنت فيه، وخايف إنه ترجع ليكون في تهديد شيء. السؤال الثاني: إذا عندي أولاد وقدمت لجوء شلون يكملون دراستهم؟ حبيبتي، أولادك راح يكملون دراستهم ويقدرون حالهم حال الطلاب الكنديين في كندا وبدون أي عنصرية. راح يحق لهم التعليم مجانا، ما زال حتى إذا أنتم بعدكم طالبين لجوء وما حصلتوا على الإقامة هم يحق لهم التعليم مجانا. يحصلون على برنامج الرعاية عن طريق برنامج اسمه الرعاية الصحية. السؤال الثالث: أريد أطلع من العراق وأقدم لجوء شلون؟ الجواب: السفارة الكندية ما تكون ما حتستقبلك إذا أنت في العراق. لازم تطلع من العراق تقدم عن طريق لبنان أو الأردن أو تركيا. شوف أكو بعد يمكن دول تستقبل لاجئين، وتقدم هناك الطلب وتقدم الكيس مالتك والملف. بعد ما أنت تشرح قصتك الملف للدول، يشوف منو حيستقبلك، كندا، أمريكا. تقدم طلبك عن طريق المفوضية للشؤون اللاجئين أو عن طريق كفالة خماسية. السؤال الرابع: شنو الامتيازات اللي تنطيها كندا للاجئ؟ تنطيك الإقامة الدائمية، حتحصل على الإقامة. تنطيك الحق التقديم للجنسية بعد 3 سنوات. راح تنطيك حق التعليم مجانا. حتنطيك الرعاية الصحية للأطفال وللكبار مجانا، ما عدا التجميل لازم تدفع عليه لأن هذا يعتبر كوزمتيك. تساعدك الحكومة بدعم شهري مؤقت سواء كان من الكفيل إذا جيت عن طريق كفالة ولا جيت عن طريق هجرة أو لاجئ، راح يكون من الحكومة. لك هواية فرص للكبار، الدراسة مجانا، تقدر تدرس مجانا وتكمل دراستك. وإذا عندك شهادة معترف فيها في كندا راح تقدر تقدمها وتعادل شهادتك هنا. أريد أدرس أني مثلا أخلص دراسة بس ما عندي فلوس تساعدني، تقدر هنا تقدم عن طريق برنامج يسموه أوسا. تقدر تقدم على مثل المنحة هو، بس مش منحة إلك، راح ينطوك منحة